توظيف الخامة مش بيعتمد على نوعها، بيعتمد على التصميم بتاعها واحتوائها وخلقها بشكل كويس وشكل مبهر. تعالوا بينا نتفرج على المطبخ ده، هيعجبكم. يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم. النهارده مطبخنا من مدينه الفيوم. المطبخ فيه تداخل خامات جميل جدا، الرخام مع الخشابي مع الالوان الساده. في اكتر من لونين في المطبخ، الخشابي الابيض، اللون اللي هو الموكا شويه، مع الجرانيت اللي مدي شكل حلو قوي للمطبخ. المطبخ ما اتعملش فيه اي سيراميك، المطبخ استلمناه على المحاره واشتغلنا عليه على المحاره، مجرد اجزاء بسيطه قوي اللي بانت منه، وطلعت بكفر هايل جدا، وتداخل الخامات والربط ما بينهم كان جميل جدا. تعالوا بينا بقى نشرح المطبخ ده كده واحده واحده. بدأنا هنا في الأول بدولاب أدوات نظافة طبعا جنب الثلاجة، بمكان تخزين للمكانس مع رفوف إضافية. طبعا وحدة تخزين علوية زي ما انتم شايفين كده، وحدة تخزين فوق الثلاجة. زي ما انتم متعودين احنا هنتكلم عن الخامات بالتفصيل في آخر الفيديو. بعد كده هنا الجزء ده عشان قدام عمود خدناه أدراج بسيطة العمق بالشكل ده، استغلينا بيها شكل العمود واديناه ان هو كأنه مش موجود. بعد كده خدنا وحدة أدراج خضار، بدأنا بدرج للرفاية، وبعد كده أدراج للبصل والبطاطس وهكذا. بعد كده خدنا كورنر حرف ال بالشكل ده، ياخد محتويات وتخزين المطبخ الأساسي، ولازم يكون كبير ويكون مدخله مريح بشكل كويس. المطبخ شكله كبير لكن هو صغير بسبب العمدان شوية. بعد كده هنا تحت البوتاجاز خدنا وحدة درج معالق وشواك. طبعا خلينا الفرن تحت عشان يكون المنظر متناسق.
نفس الكورنر الناحية التانية. احنا كده ضمينا تخزين المطبخ في كورنرين أساسيين يلموا خزين المطبخ واحتياجات الست كلها في المطبخ. بعد كده وحدة الحوض، حوض كبير، وحدة تخزين كبيرة من خامة البوريوم زي ما انتم متعودين عشان تبقى مقاومة جدا أو ما بتتأثرش أصلا بالمية، طبعا استغلت في الفلتر والحاجات اللي ما بنحتاجهاش كتير يعني. بعد كده غسالة الأطباق على يمين الحوض، ومعانا مساحة رخام كويسة جدا، ومعايا مساحة رخام على الشمال كويس، وعندي إضاءة رامية على الحوض بس ما يكونش فيه أي ظل مني على الحوض أو الحاجة اللي أنا بستخدمها. بعد كده الميكرويف في مكان شيك جدا وفوقه تخزين بالشكل ده، مع الفريم الخشبي اللي لف عليه وكسر اللون الأبيض مع تداخل اللون الموكا، اداله شكل هايل جدا. بعد كده طبعا المطبقية فوق الحوض بالشكل ده، اكسسوار طبعا ميكانيزم لوم. وبعد كده طبعا عشان حبيت ان انا احافظ على منظر البوتاجاز واليمين والشمال والسيمتريه اللي فيه، وهو ده النقطه الاساسيه اول ما بدخل المطبخ بتيجي عيني عليها، زائد الجزء اللي ورايا. فخدت الكورنر ده بمدخل واسع ويبقى فيه جزء غائر اللي جوه ياخد معايا تخزين كويس، وفي نفس الوقت مش صعب الوصول للكورنر اللي فيه نقطه عاليه. بعد كده يمين وشمال قلبات بسيطه جدا بازاز زي ما انتم شايفين. طبعا فوق هنا في تخزين عشان المدخنة، وهكذا كتخزين سريع يمين وشمال البوتاجاز. بعد كده بقى الجنب ده عندي فيه سخان غاز، وزي ما انتم شايفين احنا قفلنا مكان المدخنة بالشكل ده، وهنا الهواية برضو عملنا لها فكرة بحيث ان هي تكون مقفولة بشكل كويس او مش ملحوظة، مع الاخذ في الاعتبار ان الشباك في معظم الوقت بيكون مفتوح فهو اصلا بداريها. هنا في عندي عمود ضخم جدا، لو انا استغليت الجزء ده في تخزين ما كانش هيطلع باحسن شكل. احنا خدنا رفوف بالشكل الهادي ده مع التجهيزه الخلفيه، ده طبعا ما وراهوش سيراميك، وبعد كده كملنا عليه بالرخام. الرخام طبعا مش من خلالنا. بعد كده بروفايل ليد لافف المطبخ كله، وده خلى المطبخ في الواقع واحنا واقفين فيه كاننا واقفين في حاجه جرافيك جدا، حاجه شكلها هايل جدا. نقطة بقى جميلة، المطابخ اللي تعجب الواحد كده وبيبقى مبسوط وهو شغال فيها. المطبخ ده الوحيد اللي أنا عملت فيه الجزء اللي تحت خشاب، علشان لما نوطي واحنا بنصور كده يبقى الجزء اللي تحت خشابي مش أبيض. المطبخ كان يستحق الجزئية دي، طبعا ليها تكلفة إضافية. كل المطبخ من تحت باللون الخشبي، لأن ما حبيتش إن يظهر فيه أي أبيض غير اللون الأساسي اللي داخل في المطبخ. طيب خلصنا بقى التجاليد دي، عايزين نرد بالكلام ده في السقف. ورينا السقف كده، شايفين الاستريبتين دول ضفنا فيهم برضو تجليدة خشبي تربط شكل المطبخ ببعضه، ودي اديته رونق. المطبخ كله كأنه معمول في مكان واحد، كأن البنود كلها معمولة في مكان واحد. هي شوية تفاصيل. تعالوا بقى نشوف الناحية اللي انتوا شايفيني منها دلوقتي. يلا بينا. في الجزئية دي المطلوب ان يكون فيه تلفزيون. طبعا الحيطة اكيد مش هعرف استغلها في وحدات، ومفيش سيراميك زي ما قلنا. فعملنا تجاليد بالكامل، خدنا تجليده بديل رخام في النص، وخدنا تجليده باللون الساده وعليها استربات خشبي من نفس اللون الخشبي بتاع المطبخ، مع رف ديكوري من فوق يدمج المطبخ ببعضه، يبقى حيطه مش مهمله في المطبخ. عندنا الجزء ده بقى يبقى ترابيزه استخدام، ممكن اقعد اجهز عليها، ممكن اقعد الاطفال ياكلوا عليها، ليها استخدامات كتير وبتكون مهمه في المساحه دي، وفي نفس الوقت مش مضايقه معايا اي استخدام في الناحيه دي، ومش مضايقه معايا مساحه الدخول، ودي اهم نقطه في القرار ان انا اخد قرار ان انا احط ترابيزه كده. بمنتهى البساطه اكسسوار بسيط جدا آه بيقفلها وبيفتح. زي ما انتم شايفين كده المنظر العام. الاستريبات الطوليه بتدي احساس بالطول شويه، مع اللون الاسود اللي بيدي كانه مرايه فيديني احساس وسع اكتر للمطبخ. في نفس الوقت مع ارتباط السقف اللي كله جاي خطوط، التصميم ده اتعمل من الصفر. كل
كل حاجة كنا مخططينها قبل ما يتشطب أصلا المطبخ، وعلشان كده كل تفصيلة فيه طلعت بالظبط زي ما احنا عايزين، وطلع بالروعة والجمال اللي انتوا شفتوه ده. المطبخ طبعا من خامات اليوفي لاك، اللون الموكا مع اللون الابيض، والاتش بي ال الجرين لام، على كونتر طبعا مش على ام دي اف، ده اللي يكون بس على ام دي اف. العلب الداخليه كامله من كونتر كينج شرقاوي، عليه طبقتين اتش بي ال 5 بلاي. ايه تاني؟ عندنا المجرى بلوم سفلي، زي ما انتم شايفين مفيش حاجه في جنب الدرج. وعندنا المفصلات بتاعتنا طبعا بلوم سوفت كلوز مساوي. بس دي كانت خامات المطبخ. الرخام طبعا براديسيو، آه، والبروفايل ليد العادي من الخامات بتاعتنا عادي. بس في النهاية تخطيط المطبخ ودمج الخامات مع بعضها هو اللي بيدي الرونق الهايل ليه، وهو اللي بيعمل دمج كويس فيه، وبيدينا مساحة للتفكير بشكل كويس. ربط الخامتين ببعض بشريط ستانلس زي ما انتم شايفين اداله رونق حلو جدا. المطبخ تداخل الالوان فيه، رغم ان هو الصح دايما ان يبقى فيه لونين في المكان مش اكتر، لا احنا عندنا ادي لون وادي التاني وادي التالت وادي الرابع. ففي دراسة في تداخل الألوان، لازم اللون ده يبقى من عيلة اللون ده، فالموضوع يبقى هادي للعين. ده من عيلة ده. الأبيض هو لون حيادي، ما مش لون يعتبرش لون في مدارس الديكور. والخشابي هو اللي رابط، أو هو العنصر اللي مدي لمسة من الطبيعة في المطبخ. هو ده اللي احنا اهتمينا بيه في المطبخ، إن احنا نطلعه بشكل هايل جدا. والمطبخ كان يستحق إن هو يطلع بالشكل ده. بس ده كان مطبخنا النهارده من مدينة الفيوم. اشوفكم ان شاء الله في مطابخ جديدة في اماكن جديدة.